بث مباشر مباريات الأهلي والترجي اليوم، وكيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي يتواصل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عشاق ومحبي كرة القدم داخل القارة السمراء، وبالتحديد من جانب جماهير المراد الأحمر وشيخ الأندية التونسي، من أجل متابعة ومشاهدة اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار منافسة دوري أبطال أفريقيا 26 2025. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن إياب دورة رباع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يدخل مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف بدون رد على الملعب الأولمبي حماد العقربي بدرادس، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأكثر من هدف من أجل حسم التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ويسعى الأهلي إلى التحقيق إلى الفوز من أجل مواصلة مشواره في البطولة القارية في خطوة مهمة نحو استعادة اللقب. الأهلي بدأ مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيل القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 قبل أن يتعادل أمام الجيش الملكي بنتيجة 1-1. وفي الجولة السادسة عاد الأهلي لطريق الانتصار بعد الفوز على ينجي أفريكاني بهدفين بدون رد قبل أن يتعادل في الجولة الرابعة أمام الفريق ذاته بنتيجة 1-1. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام شبيه القبائل الجزائري 0-0 في الجولة الخامسة، ثم مجددا أمام الجيش الملكي في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة. وعلى الجانب الآخر يدخل الترجي التونسي المباراة ولديه أفضل نسبية على الأهلي بعدما فاز في مباراة الذهاب في عقر الدار بهدف دون رد، ولا يحتاج الترجي التونسي سوى التعادل بأي نتيجة من أجل حسم التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا. وفي هذا السياق نستعرض لكم بالتفاصيل موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي والتشكيل المتوقع. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي سيكون اليوم السبت الموافق 21 مارس 2026 ضمن إياب دوري رباعي النهائي من دوري أبطال أفريقيا. ويستقبل ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أمام موعد مباراة الأهلي والترجي سيكون في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبو ظبي. وتؤدي شبكة بي إن سبورت القطرية هي المختصة بنقل مباراة دوري أبطال أفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.